السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم عامل على التخلص من حياة شيخ البلد بقرية الطيبة التابعة لمركز نبرو في محافظة الدقهلية، والقائم بأعمال العمودية بالقرية، حيث تعدى عليه بسكين أثناء خروجه من المسجد وطعنه عدة طعنات أودت بحياته، انتقاما منه لإصدار المجني عليه حكما سابقا في جلسة عرفية لصالح زوجة الجاني. تلقى مدير أمن الدقهلية اختارا من المباحث الجنائية بوفود إشارة لمأمور شرطة نبرو من مستشفى نبرو المركزي بوصول شخص من قرية الطيبة التابعة للمركز بجثة هامدة ادعاء تعدي من آخرين وبه آثار طعنات متفرقة. انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين أن المتوفي ادعاء نور عبد المنجي محمد خريبة 65 عاما، شيخ البلد بقرية الطيبة التابعة للمركز والقائم بأعمال العمودية، كما أنه يترأس لجنة المصالحات العرفية بالقرية. وبسؤال شهود العيان تبين أنه أثناء خروج المجني عليه من الصلاة في المسجد فوجئوا بالجاني ويدعى طارق بدير يتعدى عليه بسكين مسددا له عدة طعنات انتقاما منه لتدخله للصلح بين زوجته بالقرية منذ فترة من خلال جلسة عرفية وإصدار حكما لصالح زوجة الجاني، مما أثار حفيظته وقرر الانتقام منه. وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة نبرو من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب وأرشد عن السلاح المستخدم في الجريمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة. واختارت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بنقل الجثمان لمشرحة المستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.